وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. السلام عليكم. بص، صلي على النبي، وعايزك بس تركز في كم المعلومات اللي انا هقوله لك ده، وتاكد ان والله العظيم انا هنصحك دلوقتي زي اخويا وزي اختي بالظبط. وكل الحاجات اللي انا هقولها لك دي احنا مرينا بيها السنه اللي فاتت، وكميه التجارب دي عايز اعرفها لك عشان ما تقعش في غلطات مش هتعرفها غير بعد سنه من دلوقتي. فعشان ما تقعش في الغلطات دي من حيث بقى الرغبات والتنسيق والكليات والمعاهد وكل الكلام ده، عايزك بس تصلي على النبي وتركز معايا في الفيديو ده. قبل بقى ما اكلمك في اي حاجه، والله العظيم انا مش همتان، بس نزل قرار من ساعات كده ان تم الغاء التكليف للكليات الطبيه. هنا بقى نيجي ونقف شويه كده، تحس بقى هنا ان الله سبحانه وتعالى بص بيجبر بخاطرك بسرعه. اهو بيقول لك بص، انا مش هضيع تعبك. كل اللي دخل كليات طبيه بمجهوده هتجتهد وهتتعب وهتحاول انك تسعى وتعمل كل اللي عليك عشان لما تخرج ان شاء الله برضه تجتهد في انك تلاقي شغل. بس انت داخل المجال بمجهودك وداخل الحاجه دي انت حاببها وعايز كده واجتهدت عقبال ما توصل لها. تعالى بقى الناحيه الثانيه، اللي غش واللي بص عمل اي طريقه في سبيل انه يخش الكليه دي بس بطريقه مش حلال، باي طريقه ايا كانت، بطريقه حرام. انت بقى دخلت الكليه كده كده انت يعني مش هتعرف تعدي من الكليه. الكليه صعبه، قدراتك مش قد الكليه دي. المهم انت دخلت الكليه ايا كانت، صيدله، علاج طبيعي، اسنان، طب بيطري، طب بشري، اي كليه طبيه انت هتدخلها. خلصت المده بتاعتها وخلصت عدد السنين، تعالى بقى اطلع عشان تلاقي شغل. قول لي بقى اللي انت اتعلمته ده انت اتعلمت ايه؟ طبعا مش هتكون عارف اي حاجه. وهنا بقى نيجي لعدل الله سبحانه وتعالى. شوف، انت كنت متضايق ان في ناس دخلت المجال ده ومش عارف ايه، وانت كان نفسك في كليه طب وكان نفسك في كليه صيدله. بص، مش هينجح في الكليه دي غير اللي دخلها بمجهوده بس. اي طالب تاني والله العظيم ما هينجح فيها. طب ليه؟ لان اتلغى التكليف. انت كنت بتخلص الكليه وتخرج ضامن انك رايح تشتغل او ضامن الوظيفه بتاعتك. دلوقتي بعد ما تخلص هتحتاج انك تجتهد، واللي انت اتعلمته بقى روح اشتغل بيه بنفسك. فطبعا هتلاقي ان الحصيله في الاخر صفر. حبيت افهمك الموضوع ده عشان تعرف ان ربنا عادل وكريم ومش هيسيبك غير لما يكبر بخاطرك. وايا كان الطريق اللي انت هتروحه والله هو ده هيكون طريق الخير، وهتلاقي ان الظروف كلها مهيئه ليك وان المكان ده هو ده خلاص اللي فيه الخير. عايزك بقى تصلي على النبي وتركز في الكلام اللي انا هقوله لك ده، وافهم الكلام كده قبل ما الوقت ما يعدي بسرعه. انت دلوقتي عندك هيجي لك 75 رغبه، وانت بتكتب الرغبات هيجي لك 75. طب انت مثلا دلوقتي مرحله ثانيه مش مرحله اولى، وانت بتكتب الرغبات خليك فاهم انك لو كتبت رغبات، يعني انت مثلا المرحله بتاعتك مش هتجيب طب، فانت فضلت تكتب طب بعد كده صيدله، وانت المرحله بتاعتك مش هتجيب طب ولا صيدله، بس انت فضلت تكتب كل ده. لو كتبت كليات مش تبع المرحله بتاعتك هتضطر انك تتنقل للمرحله اللي بعديها. يعني انت مرحله تانية فضلت تكتب كليات المرحله الاولى كلها وخلصت، طبعا انت مرحله تانية فمش هتجيب من كليات المرحله الاولى، هتقوم نازل لمرحله ثالثه. فركز في الخطوه دي، اعرف انت في مرحله ايه وايه الكليات اللي نازله مرحله تانية. طب هنيجي دلوقتي لنقطه مهمه، ايه هي الكليات اللي نازله مرحله تانية؟ طبعا جنب المعاهد بقى وكل الكلام ده، بس الكليات دي زي ما يقولوا ايه، كليات قمه، مع ان مفيش حاجه اسمها كده، بس زي ما انتم ما بتقولوا. عندك طب بيطري هينزل مرحله تانية، حاسبات ومعلومات مرحله تانية، علوم، وعندك بعض الجامعات اللي فيها كليه صيدله ممكن تنزل مرحله تانية. طبعا كل ده جنب بعض الكليات من الادبي زي مثلا تجاره، حقوق، اداب، وساعات ألسن. طب عايز بقى افهمك نقطه مهمه. انت دلوقتي وانت بتكتب الرغبات، تمام، انت دلوقتي مش عارف التنسيق بتاعك جايب انهي جامعه، او انت مثلا ما تقولش لنفسك انا مثلا من كفر الشيخ يبقى طب اللي هيجي لي كفر الشيخ، هكتب كفر الشيخ فهتجي لي. مش بتتحسب كده. امال انت دلوقتي بتكتب كل الرغبات، وبقيه الطلبه كلها المرحله الاولى بتكتب الرغبات او مرحله ثانيه او مرحله ثالثه. بعد ما بتكتب الرغبات دي بتخش مكتب التنسيق وبيشوفوا بقى طب كفر الشيخ مثلا محتاج 1000 طالب، تمام، انتوا كلكم كتبتوا التنسيق وكتبتوا الرغبات، هياخدوا اول 1000 طالب. الطالب بقى رقم 1000 ده المجموع بتاعه كان 92% مثلا، تمام، يبقى كده طب كفر الشيخ قفلت. شوف بقى الجامعه اللي بعديها. طب تعالى بقى مثلا للكليه اللي بعديها، عندك جامعه عين شمس محتاجه في كليه الطب مثلا 1500 طالب،
جم عند ال 1500 الطالب 1500 لقوا ان جايب 91 ونص. تمام، يبقى كده جامعه عين شمس هتقبل طب من 91 ونص. يبقى انت تفهم النقطه دي، ان وانت بتكتب الرغبات مش شرط مثلا ان انت عشان جايب مجموع عالي يبقى انت هتتحط تبع الفئه دي، لا، في ناس جايبه مجاميع اكبر منك ممكن هي اللي تلحق المكان. المهم في الاخر انك باذن الله تخش الكليه اللي نفسك فيها. عشان كده بقى نيجي لنقطه مهمه، وانت بتكتب الرغبات اكتب مثلا الكليه اللي انت نفسك فيها، بعد او الكليه اللي المكان بتاعك تابع ليها. يعني انت مثلا من كفر الشيخ اكتب طب كفر الشيخ، بعد كده طب مثلا المحافظه اللي بعديك على طول، بحيث انك لو ما جبتش كفر الشيخ تبقى برضو الكليه اللي بعديها قريبه منك. وعايزك برضو تفهم ان وانت بتكتب انت مش عارف انت هتجيب ايه، فركز في الخطوات وركز في رغبه رغبه وانت بتكتبها لحد الرغبه 75. اكتب كل رغبه وانت مركز فيها، لان انت ما تعرفش ايه الرغبه اللي هتجيلك. لان زي ما قلت لك كده، مثلا طب كفر الشيخ خلاص قفل فوق مجموعك، طب نشوف الطب اللي بعديها برضو قفل فوق مجموعك، طب مثلا اللي بعديها خلاص الكليه دي قبلتك يبقى هي دي اللي انت هتروحها. الكلام ده مرحله اولى، مرحله ثانيه، مرحله ثالثه. يعني انت مثلا مرحله ثانيه مقدم مثلا على تمريض، طب تمريض مثلا ما جابش المكان اللي انت فيه، المكان اللي بعديه او الكليه اللي بعديها التنسيق هيقل شويه فانت تتقبل. طب ايه بقى الفرق بين مرحله اولى ومرحله ثانيه ومرحله ثالثه وكل الكلام ده؟ انا عارف ان انت ممكن تبقى مثلا فاهم، بس تعالى افهمك شويه حاجات كده. انت المرحله الاولى دي مثلا كليات الطب 100000 طالب، فال 100000 طالب في المرحله الاولى قدموا كلهم على كليات الطب، كده كليه الطب قفلت مش هتنزل مرحله ثانيه لان كل الطلبه قدمت في كليه الطب. وعايزك بس تفهم حاجه صغيره، ان ممكن حظك ان طب ينزل مرحله ثانيه وانت تلحق طب، بمعنى ان انت مش شرط مثلا ان هم عشان حطوا التنسيق او مثلا ان هو من 92% والكلام ده يبقى انت مش هتلحق مرحله ثانيه. ممكن العدد اللي هم حاطينه يلاقوا ان في مثلا جامعات محتاجه طلبه ثانيه، فانت ساعتها هتقدم وطب ينزل لمرحله ثانيه. طب عايز اعرفك نقطتين كده عشان اكمل لك بقيه الحاجات المهمه. وانت بتجيب الرقم السري من المدرسه اللي هتقدم بيه الرغبات او من بيان النجاح، الرقم ده اوعى يروح لحد، يعني مثلا اوعى تسيبه لصاحبك، تسيبه لاي حد، لان ممكن في ظرف ثانيه كده يخش يغير لك كل الرغبات ويحط لك اي حاجه. هتيجي تقول لي مثلا لا ومش عارف ايه، انت ما تعرفش اللي بيحصل وما تعرفش مثلا الامور ممكن تسوق لحد فين، فانت الرقم السري ده يبقى معاك انت بس مش مع حد تاني. الحاجه الثانيه وهو ان انت ركز، انت لو مرحله ثانيه وكتبت كل الرغبات عاليه مش تبع المرحله بتاعتك انت هتضطر انك تنزل مرحله ثالثه. فركز بالله عليك انك وانت بتكتب الرغبات تكتب الكليات اللي نازله مرحله ثانيه والاقل منها بقى. طب عايزك بقى تصلي على النبي وهعيدها للمره المليون، انت دلوقتي ما لحقتش المجال الطبي، ما لحقتش طب، خش صيدله، او انت ما لحقتش طب عندك طب اسنان، علاج طبيعي، كل الكلام ده، طب بيطري لحد طب بيطري اللي هتنزل باذن الله مرحله ثانيه ده اكيد. طب انت ما لحقتش ولا حاجه في دول، عندك صيدله، انت ما لحقتش صيدله، خش كليه علوم، كل ده تبع المجال الطبي وفي اقسام جوه تبع المجال الطبي. طب انا دلوقتي ما لحقتش علوم، وعلوم نازله مرحله ثانيه باذن الله بس مجموعي ما جابهاش برضو مرحله ثانيه. عندك كليه تمريض، كليه بص يعني لها مستقبل عظيم قوي، طبعا المستقبل ده كله بيد الله سبحانه وتعالى، بس انت بتسعى انك تخش الحاجه الكويسه. فكليه تمريض لو انت مش جايب اي كليه طبيه، بص هي يعتبر بديل الطب على طول. شفت كده مثلا حاسبات ومعلومات البديل بتاعها معهد حاسبات ومعلومات، كليه الطب البديل بتاعها كليه تمريض. المناهج قليله شويه مش نفس صعوبه الطب ومش نفس مناهج الطب، بس يعتبر انتوا بتبقوا في نفس المكان اللي في كليه الطب بيكونوا فيه. طب انا بقى تنسيق تمريض طلع عالي، تخش معهد فني تمريض، خش معهد تمريض هتقعد فيه سنتين تطلع باذن الله على الكليه على طول وتبقى برضو دخلت كليه تمريض. وبعد ما بتخلص كليه تمريض دي حاجه ليك انت عشان تبقى فاهم، انت بيبقى اسمك اخصائي تمريض، انت اللي بتشرف على قطاع التمريض اللي تحتيك اللي هو بيكون فني تمريض، اللي هو خلص معهد سنتين وما كملش بقى الكليه. انما انت لما بتكمل الكليه بيبقى اسمك اخصائي تمريض. وعايز بس افهمك حاجه عن كليه التمريض، الكليه صعبه، بتنزل تدريبات كتير، مش بيبقى عندك وقت فاضي وبتبقى مضغوط طول الوقت، بتنزل عملي كتير قوي وبتذاكر، بص طول الوقت انت بتذاكر، وطبعا امتحانات كل شويه والدراسه كلها بتكون بالانجليزي، فانت بتبقى محطوط وسط ضغط. فانت لو مش حمل الضغط ده او مش حمل مثلا او انت بتحب ان حياتك تبقى فري ومش مضغوط، الكليه مش هتكون مناسبه ليك. انما انت لو داخل حابب الكليه وحابب مستقبل الكليه فخش، واكيد باذن الله ربنا هيوفقك. ده غير طبعا ان لو كان هدفك طبي فهي الكليه الانسب ليك بعد كليه علوم لو ما لحقتش اي كليه من كليات المرحله الاولى. انا بقى ما لحقتش برضه تمريض ولا معهد فني تمريض، او انا مش عايز تمريض بس حابب المجال الطبي،
عندك كليه زراعه تخشها قريبه برضو من المجال الطبي، بتطلع دكتور تحاليل وبتطلع دكتور في التغذيه. بص اقسامها كتير جدا، تقدر تخش الكليه وتشوف اقسامها وتشوف انت مرتاح ليها ولا لا. بس انا زراعه مش جايب مجموعها، خش معهد زراعه هتقعد سنتين بعد كده تطلع على الكليه على طول. اقسم بالله انت لو بتفكر صح وبص يعني مش يائس كده وخلاص انا ما لحقتش الكليه فخلاص اي حاجه وخلاص وكده، اهدى بالراحه، في كذا بديل كتير جدا للحاجه اللي انت نفسك فيها تقدر تخشه بعد كده بقى تطلع على الحاجه اللي نفسك فيها. هي مش هتكون هي بس هتكون بتدرس الحاجه اللي انت بتحبها او قريبه من الحاجه اللي انت بتحبها. عكس مثلا لما يكون قدامك كليه الزراعه وكليه اداب بس انت ميولك طبي، فخش كليه الزراعه هتقدر انك تتفوق فيها وهتلاقي ليها مستقبل ليك طالما انت داخل حابب المجال. طب انا بقى مش مجال طبي او مش بحب المجال الطبي او انا علم رياضه وعاوز اخش حاسبات ومعلومات بس مجموعي مش هجيبها، مثلا قفلت مرحله اولى او قفلت مرحله ثانيه بتنسيق عالي فمش هقدر ان اخشها. عندك مليون معهد حاسبات ومعلومات عايزينك وبص يتمنوا بس كده انك تيجي. هتيجي بقى وتقول لي دلوقتي ايه الفرق بين كليه حاسبات ومعهد حاسبات؟ والله ولا فرق بين هنا ولا فرق بين هنا، الفرق بس في المعهد انك بتدفع مصاريف زياده، انما الكليه 4 سنين والمعهد 4 سنين. اوعى حد يضحك عليك ويقول لك المعهد سنتين، المعهد 4 سنين والكليه برضه 4 سنين. بتخرج انتوا الاثنين معاكم نفس الشهاده، عايز تقدم على وظيفه انتوا الاثنين بتقدموا ومفيش اي فرق. خش انت كده اكتب معاهد حاسبات ومعلومات هتلاقي بقى المعهد العالي مثلا في الشروق، معهد العالي في القاهره، بص هتلاقي كذا معهد. خش اي معهد وهتاخد نفس الشهاده. في بس فرق ان اي معهد انت بتخشه سواء تمريض سواء حاسبات ومعلومات سواء بص اي معهد انت بتخشه كل معهد بيبقى ليه التنسيق الخاص بيه، بس التنسيق اكيد طبعا بيكون قليل. كنت عايز تبقى مدرس ومعرفتش تخش كليه تربيه، خش كليه اداب تعرف تطلع. لو دخلت مثلا اداب انجليزي تعرف تطلع مدرس انجليزي، دخلت مثلا اداب قسم لغات شرقيه تعرف تطلع منها يعني بص مدرس في كذا قسم، دخلت مثلا اداب جغرافيا قسم مساحه تقدر تطلع منها مهندس. بص قدامك حاجات كتيره جدا والله بدايل للحاجه اللي انت كان نفسك فيها. عايز مثلا تخش اداب وتبقى قريب من الطب، خش اداب علم نفس تبقى دكتور نفسي. وبيني وبينك عايز افكرك تاني، لو جالك معهد تمريض وانت مش جايب الكليه او جالك معهد حاسبات ومعلومات وانت مش جايب الكليه خش وانت مطمن. عايز بقى اقول لك على حاجه مهمه، وهو ان والله العظيم كل الكليات دي وكل الحاجات دي ملهاش علاقه خالص بانت هتستريح في المستقبل وهيبقى ليك مستقبل ولا لا. عندك مثلا اسامه الزيرو، اسامه الزيرو خريج خدمه اجتماعيه، الكليه بتاعته خدمه اجتماعيه. تعال بقى لو نشوف كده الكليه دي يعني مثلا ايه مستقبلها في مصر او كده. بص كل حد بيخش الكليه بيجتهد فيها طبعا بيكون ليه مستقبل، بس الكليه مش معروفه. دلوقتي هو اشهر مبرمج في الوطن العربي، يعني لو جيت مثلا تساله وتقول له هل لما دخلت خدمه اجتماعيه ده اثر عليك بقى او كده، ولا اي حاجه. انجح شخص حاليا في الوطن العربي. عندك كام دكتور، كام مهندس، كام صيدلي، كام بص اي كليه انت كان نفسك فيها شوف كده فيها كام واحد دخل الكليه وخلص وخرج واشتغل في حاجات تانية خالص بعيد عن الكليه. اوعى تربط المستقبل بكليه انت كنت عايز تخشها. بص لو جيت اقول لك الحكايه في الاخر، الدكتور اللي بيعمل مستشفى محتاج مهندس عشان يبنيها له، وبعد ما المهندس ما بيبنيها بيجي بقى الممرضين يشتغلوا جوه المستشفى. بعد كده بقى المستشفى دي بتبقى محتاجه ناس مبرمجين عشان ياسسوا كل حاجه فيها ويظبطوا السيستم والنظام والاجهزه وكل الكلام ده. بيجي بقى دلوقتي دور الناس اللي متخصصه في اللغات والترجمه عشان تقدر تتواصل مع المرضى، ولو في تواصل وتعامل خارجي طبعا ده بيبقى اساسي في اي مستشفى. بعد كده بقى بيجي دور المحاسب خريج كليه التجاره، اللي مفيش اي مؤسسه موجوده في العالم غير لما لازم يكون موجود محاسب فيها عشان يقدر يمشي الحسابات كلها. بعد كده بقى بيجي دور المحامي اللي تابع للمستشفى عشان لو حصل اي اجراء قانوني هو اللي بيتصرف. بيجي بقى دلوقتي دور الناس اللي دخلت كليات الاطراف الصناعيه وكليات الذكاء الاصطناعي في الاطراف وكل الكلام ده، بيجي بقى دورهم عشان الاجهزه. بيجي بقى دلوقتي دور خريج الصيدله اللي بيصنع الادويه عشان يوديها للمستشفى عشان الناس تتعالج. بعد كده يجي دور خريج كليه العلوم اللي بياخد كل التحاليل اللي بتطلع من المستشفى عشان يشوف اخبارها ايه ويطمن المريض ويعرف ايه اللي موجود داخل المريض. لو جينا بقى نمسك الموضوع من الاول، وهو ان الدكتور عمره ما كان هيبقى دكتور وناجح غير ببقيه العوامل اللي هتساعده، فهتلاقي برضو ان المحاسب عمره ما هيكون ناجح غير ببقيه العوامل اللي بعده. فعايزك تقتنع ان ايا كان الاختيار اللي ربنا هييسر لك فيه الامر اتاكد ان هو ده الاختيار الخير ليك. وهنا ده ابسط مثال ان مفيش حاجه اسمها كليه قمه، كل حاجه بتكمل بعضيها ومفيش حاجه بتكمل غير لازم الدايره كلها تكون مقفوله زي ما وضحتها لك كده بالظبط. اللي عايز اوضحه لك في الاخر ان ايا كان الاختيار اللي ربنا هييسر لك امورك ليه
اتاكد ان هو ده كل خير ليك، وده المكان اللي انت هتنجح فيه. ودي كانت كل حاجه انا كنت عايز اقولها لك في الفيديو ده. ما تنساش انك تشترك في القناه عشان اي فيديو تاني انزله يوصل لك، وتعمل لايك عشان الفيديو ده يروح لغيرك. واخر حاجه واهم حاجه، ما تنساش انك تصلي على النبي. سلام.